تكونوا بخير وكويسين. انا بقالي كتير قوي ما بعملش فيديوهات، بس انا بجد عندي كسل فظيع، بس ان شاء الله نرجع بقوة ان شاء الله. وكمان هنعمل فيديوهات كتير قوي الفترة الجاية ان شاء الله يعني. والنهارده فكرة الفيديو هتكون عن اللي احنا ازاي نهتم بالشعر الكيرلي بس. يعني النهارده الفكرة هتكون الشعر الكيرلي وبس، عشان الشعر الكيرلي بجد بيحتاج اهتمام كبير قوي قوي مننا، وعشان شكله يفضل زي ما هو مثلا لحد ما نيجي نغسل شعرنا تاني. فهو بيحتاج اهتمام كبير قوي قوي مننا، وترتيب واستخدام حاجات تحسن من شكله ومن ترتيبه. فان شاء الله في الفيديو ده هنقول على كل الحاجات دي، هنقول على آه، منتجات كمان والادوات اللي احنا بنستخدمها عشان شعرنا يفضل زي ما هو. خلينا بقى نبدأ الفيديو. وأول حاجة هنقولها لما نيجي نغسل شعرنا، لازم، أو يعني هو مش لازم، بس الأحسن إن احنا نستخدم شامبو وبلسم وحمام كريم يعني مختص للشعر الكيرلي. ده طبعا بيديه افكت أحلى، ويعني شكله بيكون أحسن. بس هو يعني مش هيكون في أي مانع لو احنا استخدمنا أي حاجة من الشعر العادي، وبس مشينا على نفس الطرق اللي تخلي شعرنا كيرلي بشكل كويس، بصحة شعرنا تكون كويسة. فأول حاجة هنتكلم عنها وهو الشامبو بتاع ايفا. ده ده هو لسه نازل من فترة مش كبيرة قوي، كان من فترة قليلة نازل للشعر الكيرلي. الافكت بتاعه حلو قوي، كمان هو بيرطب كويس وحلو قوي الصراحة يعني. الافكت بتاعه تحفة. وكمان في منه البلسم بتاعه اللي هو ده برضو الافكت بتاعه تحفة، والترتيب بتاعه تحفة وحلو قوي. وكمان في من بليس الشامبو ده بتاعهم، وفي كمان البلسم بتاعهم برضو ده. وفي كمان الحمام الكريم ده برضو اللي هيظهر قدامكم على السكرين. وفي كمان برضو من كانتو الشامبو، وفي البلسم، وفي الحمام الكريم بتاعهم. في طبعا حاجات كتير قوي للشعر طبعا، وفي حاجات حلوة كتير قوي، بس دول بيبقوا احسن للشعر الكيرلي. يعني اللي بيخلي الافكت بتاعه احسن، بيخلي شكله احلى. طبعا احنا كل الحاجات دي انا قلت لكم على شويه منتجات، طبعا زي ما انتوا تحبوا يعني هستخدموا اللي انتوا ترتاحوا فيه، واللي يخلي شعركم حلو بالنسبه لكم واللي انتوا شايفينه صح. ولكن دي شويه منتجات انا كنت شايفاها حلوه، وقلت انا اقول لكم عليها. وفي كمان بقى حاجه مهمه جدا احنا لازم نمشي عليها في الروتين بتاع الشعر الكيرلي، وهو اللي احنا نرطب شعرنا كويس جدا جدا. الشعر الكيرلي بيحتاج ترطيب اكتر 100 مرة من الشعر العادي، لان هو لازم اللي احنا نفضل على نفس الكيرلز عقبال ما نغسل شعرنا المرة الجاية عشان شكله يكون حلو. في شوية حاجات كده اللي احنا المفروض نعملها. اللي احنا اول طبعا حاجة بنغسل شعرنا في الشاور يعني، وبنعمل وبعد كده نحط البلسم، بعد كده بنعمل حمام كريم، ده بيكون اخر حاجة في الروتين خالص في الشاور. بعد كده بتطلعوا بتحطوا بقى مثلا الليف ان اللي انتوا بتحبوه، او السيرم، الكريم، زيت، اي حاجة من دي انتوا بتحطوها. ولكن في حاجة مهمة جدا جدا قبل ما تحطوا اي حاجة بعد الشاور، يكون شعركم يعني مش مش مبلول قوي، ولكن مندي، بس يعني اكتر من مندي شوية، يكون يعني في مية. انتوا بتطلعوا عادي بتحطوا الحاجة مثلا تنشف شعركم، وبعد كده بأي مثلا بخاخ أو أي سبراي بتحطوا فيه مية وترشوا على شعركم. يعني يدخلوا طبعا جزء جزء عشان يترطب كويس والترطيب يدخل فيه أسرع. فانتوا بتقسموا شعركم لأجزاء، وبعد كده بتحطوا عليه المية دي، يعني حبة مية طبعا مش كتير، بس يكون في مية. بعد كده بتبدأوا بقى ان انتوا تحطوا اي حاجة انتوا بتحطوها بعد الشاور. وبعد كده بايديكوا ان انتوا يعني تحاولوا ان انتوا تفكوا شعركم. وبلاش، في بقى حاجه مهمه جدا، بلاش حركه الشعر اللي انتوا يعني تمسكوا شعركم من تحت وتعملوه كده لفوق. دي بتتعب الشعر جدا وبتخلي الشعر يتكعبل فيما بعد. في بقى كمان حاجه مهمه جدا للشعر الكيرلي،
ايه الحاجات اللي احنا بنسرح بيها شعرنا؟ في الفرشة دي اللي هي قدامكم على السكرين دي، حلوة جدا للشعر الكيرلي، بتسلك شعر كويس وبتسرحه كويس جدا. في كمان المشط ده برضو لازق قدامكم. في برضو المشط الخشب، بس ده انا مش بفضله قوي للشعر الكيرلي، بفضله للشعر العادي اللي هو اللي مش بيعوز يكون كيرلي. ولكن ده حلو جدا، الافكت بتاعه برضو حلو على الشعر. وفي حاجة مهمة جدا جدا احنا لازم نعمل بيها بجد في شعرنا، وهي الحاجات اللي احنا بنربط بيها شعرنا، او اللي احنا بنحطها على شعرنا، زي توك الستان. لازم اللي احنا نربط شعرنا بتوك ستان، ده شيء اساسي بالذات للشعر الكيرلي. بيكون ده شيء اساسي ومهم جدا للشعر الكيرلي اللي انتوا تربطوه توكة ستان. بس طبعا يكون الخامة بتاعتها كويسة، زي برضو دي من بليس. في طبعا اماكن كتير قوي تبيعها حلوة، بس يعني انا قلت اجيب لكم الحاجة الحلوة. وفي كمان حاجة مهمة جدا واحنا بننام، ما ينفعش واحنا شعرنا الكيرلي آه ننام كده مننا للمخدة على طول. ليه بقى؟ لان طبعا احنا بننام، فطبيعي ان احنا مثلا بنروح من الجنب لجنب، فشعرنا هيتنكش. عشان نحافظ عليه لازم نحطه في بونيه ستان قبل ما ننام، نحط ده على شعرنا. ده مهم جدا، الخامة بتاعته كويسة طبعا زي ما قلنا عشان يدينا افكت احلى. وفي كمان حاجة مهمة تالتة للشعر الكيرلي، او عموما اي شعر طبعا، بس الشعر الكيرلي بالذات عشان هو بيتكعبل بسرعة، اللي وانتوا نايمين تناموا على مخدة ستان زي قدامكم على السكرين دي، برضو تكون خامتها كويسة عشان الشعر ما يحتكش بأي خامة او كده تخليه يضعف او يتقصف او حاجة من دي. طبعا ده لازم اللي احنا برضو كل اول شهر اللي احنا نقص الشعر الطراطيف من شعرنا عشان يكمل نموه ويكمل بطريقة صحية. في برضو كمان البتاع دي اللي قدامكم على السكرين، صراحة انا مش عارفة اسمها ايه، بس هي بتكون اللي انتوا بتاخدوا واحدة وتلفوا عليها شعركم، بعد كده تربطوه من ورا مثلا بأي حاجة وتناموا بيه، وتقوموا الصبح هتلاقوه شكله حلو قوي، شكله صحي كمان. بس اهم حاجة تكون الحاجة اللي انتوا بتحطوها على شعركم تكون خامتها كويسة جدا، ما تجيبهاش من اي حتة، عشان الافكت بتاعها يكون كويس، ويكون كمان شعركم مش متأذي بأي طريقة، يكون انتم محافظين عليه بكل الطرق. عشان زي ما قلنا الشعر الكيرلي بيحتاج عناية كبيرة جدا 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 بجد. وفي برضو حاجة اسمها ديفيوسر. دي مفروض حاجة كده برضو هتظهر قدامكم على السكرين. دي مفروض اللي هي يعني حاجة شبه كده حرارة، بس انتوا بتحطوا فيها شعركم، هي بتدي شكل كيرلي للشعر. بس صراحة يعني مش حباها، بحس ان هي مش حاجة حلوة على الشعر. احنا ممكن نعمل بطريقة طبيعية، بطريقة صحية احلى، تحافظ على شعرنا من اي حرارة. طبعا الشعر الكيرلي او الناس اللي متعودة شعرها يكون كيرلي، لما تيجي مثلا تيجي تغير رأيها كده وتيجي تعمل شعرها مثلا تحط عليه حرارة او بالهيت وكده، ده طبعا بيتأذى كتير جدا. فنبعد طبعا عن الفكرة دي، سواء شعر كيرلي او اي شعر عموما، احنا نبعد عن الحرارة ونمشي على الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو. دي هتبقى مهمة جدا جدا بجد. وهعيد تاني، بلاش حركة اللي انتوا تمسكوا شعركم وتقعدوا تعملوا فيه كده، ده غلط جدا جدا بجد. وانتوا بتنشفوا شعركم، تنشفوا عليه ب طبطبة بالراحة كده، مش جامد خالص عشان شعركم ما يتقصفش. وكده يكون تقريبا احنا قلنا كل حاجة للشعر الكيرلي. و... واتمنى ان شاء الله الفتره الجايه اللي انا ان شاء الله يعني الافكار اللي انا هعملها تعجبكم. ولو حد عايز مثلا اي فكره، اي حاجه، اي مشكله في شعره، في البشره، اي حاجه عموما في الحياه، يكتب في الكومنت. وما تنسوش الفولو على الانستجرام، عشان انا كمان بنزل عليه حاجات زياده عن هنا، وحاجات بتبقى اقصر من هنا طبعا عشان الوقت يعني بتاع الانستجرام بيكونش قد اليوتيوب. وكمان اعملوا فولو على التيك توك، ومستنياكم كمان الفولو بتاعكم. وكده يكون الفيديو خلص، واتمنى انتوا تكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو جاي. باي.